عوائل الشهداء من أبناء محافظة طرطوس الذين استهدفتهم العصابات الإرهابية المسلحة في مختلف المحافظات السورية في ساحة المتحف الوطني بالمحافظة، تأكيدا على الوحدة الوطنية ودعما لمسيرة الإصلاح وتنديدا بالتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية. كما شهدت الساحة اجتماعا لرجال دين ومواطنين من مختلف الشرائح همهم جميعا سوريا. على التحية لسوريا الأبية بشبابها بشاباتها بنسائها برجالها بعلماء الأحرار. فعاليات دينية وروحية وشباب من طرطوس أقاموا لقاء تضامنيا في ساحة المتحف الوطني بالمحافظة، تأكيدا على الوحدة الوطنية ودعما لبرنامج الإصلاح الشامل وتنديدا بالتدخل الخارجي بشؤون سوريا الداخلية. دعوتنا لكم تهدف إلى تمتين عرى التلاحم الوطني في سوريا عامة وفي محافظة طرطوس بشكل خاص. لا يهمكم ما تسمعونه من هذه القنوات الإعلامية التي نحن أول الناس الذين اكتشفنا كذبهم عندما أتوا إلينا إلى فلسطين ليسرقوا مصداقيتهم من دمنا. أعتقد أن الاختلاف هو في الأساس سنة الكون، واللون الواحد غير مقبول، وهذا التلون والتنوع في سوريا هو عدتنا في مواجهة الآخر. وقفة رجال الدين والشباب السوري عبرت عن الوفاء للوطن وأنه لا مكان للفتنة في سوريا. اليوم عندهم كثير شغل وعندنا كثير شغل لنضبط الخطاب الطائفي، نراقب الخطاب الديني في البلد، نشتغل عليه، نأسس على جيل يفهم الدين صح. إن الاستماع لأي تدخل خارجي سلبي في شأننا مؤداه دائما وأبدا إلى فشل من يستمع إلى ذلك التدخل السلبي. أوجه تحيتي ومحبتي لعلماء المسلمين في سوريا قاطبة لفهمهم الصحيح للدين، لفهمهم الصحيح للروح الوطنية، لفهمهم الصحيح للوحدة الوطنية. مسلمين ومسيحيين بنينا ونبني معا هذا الوطن. وعي الشعب السوري وتمسكه بالوحدة الوطنية أصبح واضحا كالشمس، أما المتآمرون دولا ومحطات وشخوصا فقد تمت تعاريتهم بالظاهر والباطن.